بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة الأحباء الأعزة، أيتها الأخوات الفضليات، أبنائي وبناتي من سائر أنحاء هذا الوطن العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنني أعلم أن إخواني وأختي الذين سيتكلمون في هذا الحفل سيقولون ما قالوا للجوت من المنظمين أن يلغوا فقرة كلمات المحبين. قصم هؤلاء الإخوة الكرام ظهر أخيهم ووضعوه في الموضع الذي كان فيه أبو بكر الصديق يوم قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون وسامحني فيما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. جزاهم الله خيرا كثيرا على ما قالوا، جزاهم الله خيرا كثيرا على ما قالوا، وجعلني عند حسن ظنهم إذا بوئت هذا الأمر الذي نسعى إليه أكون خادما لكل مواطن في هذا الوطن، وإن كانت الأخرى فأنا على العهد مستمر مستقيم، لا أخلفه ولا أنبذه ولا أولي ظهري تجاه المشروع العربي المصري الوسطي الإسلامي الذي هو مظلة الخلق جميعا على أرض هذا الوطن الكريم. عندما خيرنا بين عدة أماكن لنعقد فيها هذا اللقاء الذي يعتبر بالنسبة إلي على الأقل لقاء تاريخيا ألتقي فيه بأبناء الوطن من كل أرجائه، تردد المنظمون بين أماكن عدة كلها جميل وصالح ومتسع ومنظم، ولكن جاء ذكر قلعة صلاح الدين عرضا في أثناء الحديث، وبسرعة هائلة استقر الرأي على اختيار القلعة، لأن هذه القلعة تمثل مصر. هذه القلعة بنيت لتكون ثغرا للرباط ضد العدو من الفرنجة الذين كانوا وقت صلاح الدين يحكمون بلاد الشام ويشاورون عقولهم ويحركون سفنهم المرة بعد المرة لاحتلال مصر. فبدأ صلاح الدين بناء هذه القلعة لتكون ثغرا للمرابطين على حدود مصر المحروسة كما كانت تسمى وكما هي في واقع الحال. لكن صلاح الدين لم يستطع أن يكمل البناء، فأكمله بعده الملك الكامل، وبقيت القلعة منذ أكملها الملك الكامل الأيوبي مقرا لحكم مصر إلى نهاية عهد الخديوي إسماعيل. 671 سنة، وهذه القلعة هي مقر الحكم المصري. مرت فيها عهود وعهود
وهي صامدة شامخة قائمة لا تتأثر بالضعف ولا يفت في عضدها الهوان ولا يضيع قيمتها توالي الحدثان، وإنما بقيت خالدة دائما كما خلدت مصر. مساحتها هذه هي مساحتها التي خططها صلاح الدين بنفسه، لم تزد ولم تنقص. مصر على مر الزمن لم تزد ولم تنقص. شهدت محن الشرفاء وسجن فيها المربون وعذب فيها أصحاب المبادئ والقيم، وبقيت أحجارها شاهدة على هذا تنتظر أن تنطق يوم تقوم الساعة فتقول هنا سجن فلان على يد فلان، هنا اغتيل فلان على يد فلان، هنا عذب الناس أفواجا بعد أفواج. بعض الذين عذبوا حكوا لنا وأكثرهم لم يحكي شيئا محتسبين ذلك عند رب العالمين. هذه القلعة رمزنا، وصلاح الدين الذي بدأ إنشاءها هو أساس الفكر الذي يسود مصر، فكر المحافظة على الأمن الوطني اللي بيسموه دلوقتي الأمن القومي. هو صحته الأمن الوطني، مش جهاز الأمن الوطني اللي عملته الشرطة، لا، هو مصر وطن وليست قوما. العرب قوم والفرس قوم والزنج قوم، لكن مصر وطن، ونحن نبحث عن أمن هذا الوطن وعن رخاء هذا الوطن وعن سلامة هذا الوطن. لذلك جئنا إلى هنا أيها الإخوة الكرام. جئنا إلى هنا لأنه بغير التعلم من التاريخ والاقتداء بالقدوات السابقة لا يستقيم لنا حاضر ولا يصنع لنا مستقبل. جئنا إلى هنا لأننا إلى جذر الأصول المصرية العريقة ننتمي، وإلى ثمار الفروع الناضجة نتطلع، وإلى العمل المثمر المستمر نرجو أن نقود شعبنا أو يقودنا شعبنا بإذن الله. الترشح أيها الإخوة الكرام لأداء الانتخابات الرئاسة ليس ترشحا لمنصب يطمع فيه، ولا هو تطلع إلى مغنم يستفاد منه، إنما هو محاولة لأداء بعض واجب هذا الوطن علينا وبعض حقه الذي نحمله فوق أكتافنا، بأن نقدم له رؤيتنا التي نرجو أن تكون نافعة، ونرجو أن تحقق للوطن وأبنائه خيرا كثيرا إن شاء الله. إذا قدر الشعب أن هذا الأمر الذي يعرض عليه يستحق تأييده، فإنني أعاهد الله قبلكم وأعاهدكم بعده أن أبذل كل ما في وسعي لتحقيق المشروع العربي الحضاري الوسطي المصري الإسلامي. وليس عندي لأحد فوق ذلك وعد، ليس عندي لأحد وعد بمنصب، ولا عندي لأحد وعد بمكان. ولقد سئلت في حضور عشرات وفي حضور مئات ماذا تقدم لنا إن زكيناك؟ فقلت لا أقدم لكم إلا ما أقدمه لساكن أحقر بيت في العشوائيات. أيها الإخوان، إن عقد الصفقات في العمل السياسي أمر معتاد، والتنازل عن المبادئ
عند كثير من الخلائق أمر لا بأس به ما دام يحقق كسبا سريعا في هذه الدنيا. أما الذي نشئت عليه وأعتز به وألتزمه ما حييت هو ألا أخسر نفسي ولا عقيدتي ولا ما أعتبره مبدأ لكي أتبوأ مكانا أيما كان هذا المكان. قلت للذين فوضوني هذه المفاوضة: لست برجلكم، إنما أنا رجل هؤلاء المصريين كافة من أنحاء الوطن كله الذين يريدون الحق لا سواه ويرجون العدل لا غيره ويطلبون ممن يحكمهم أن يكون على قدر المسؤولية راعيا حقا، لكنه أحد رعية نفسه لأنه مسؤول يوم القيامة عن نفسه مع مسؤوليته عن خلق الله، محاسب على قوله وعمله مع محاسبته عما يعانيه المصريون في أي أرض كانوا داخل الوطن أو خارجه. لذلك أيها الإخوة لا تنتظروا أن تسمعوا أنني انضممت إلى فريق من أجل بيعة أو صفقة أو علاقة أو تعاقد أو وعد بالباطل. ستجدونني بينكم كما ترونني يوم القيامة فردا لا أنضم إلى الحق إلا إلى الحق، ولا أنتمي إلى جماعة أو حزب أو جمعية أو مؤسسة إلا إذا كان طريقها هو الصراط المستقيم. يكفي أن ربنا يذكرنا ويحذرنا فيقول لنا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن تغني عنا جماعاتنا، ولن تغني عنا أحزابنا، ولن تغني عنا قبائلنا، سيغني عنا قول الحق وفعل الخير والتزام الصدق والبقاء على الجادة حتى يجمع الله بيننا ويفصل بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاصلين. أيها الإخوان الكرام، إن البرنامج الذي يتشرف الآن بمحاولة عرض خطوطه الرئيسة عليكم ليس برنامج انتخابات، ليس برنامجا لمرشح يجتذب به الأصوات، ليس صفقة يعقدها فرد مع أفراد، وإنما هو إيجاب كما يبدأ أي عقد في الدنيا بطلب، نسمي هذا الطلب الإيجاب ويلقى الطلب قبولا فينعقد العقد. هو إيجاب مني إليكم أن أسعى لاستعادة الهوية العربية الحضارية الإسلامية الوسطية لمصر كلها. إيجاب مني إليكم أن تستعيد مصر عرى صلتها بالعالم العربي والإسلامي وبدول القارة الإفريقية التي منها جئنا ولم نخرج ولن نخرج حتى تقوم الساعة. إيجاب أن تستعيد مصر مكانتها العالية في العالم كله، دولة قائدة رائدة هادئة مرابطة على الثغور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث إخواني الكرام وهتف أبنائي الأحبة أننا في هذا الوطن شيء واحد، مسلموه وأقباطه، أننا في هذا الوطن شيء واحد، متشددوه ومتساهلوه، أننا في هذا الوطن شيء واحد، شبابه وشيبه. كنا هكذا في ميدان التحرير 18 يوما حتى أسقطنا الطاغية، وسنبقى كذلك مهما حاول المحاولون وقام المرجفون بصنائع الفساد لكي يوقعوا بين هذا الشعب بعضه وبعض. لا أريد أن أتحدث في أمور كثيرة
تحدثت فيها مرارا وتكرارا وتعرفون صوابها من خطئها، لكنني أريد أن أصدقكم القول إن كل طعنة وجهت إلى هذه الحملة وإلى الذي تعمل من أجل مشروعه الوسطي هي طعنة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد والتصميم. لم يخطئ في حقنا أحد، بل تعمد من أراد أن يتعمد. لم تزل لسان أحد بكلمة سوء، وإنما خرجت عمدا مع سبق الإصرار لعلها تطيش فتحدث في الدنيا فزعا أو انصرافا عن مشروعنا الوطني. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 ولهذا أيها الإخوة الكرام أقول كما وجدت لوحة على الباب، والله لا أعرف من كتبها، لوحة بتقول مستمرون، وهذه الكلمة أبلغ رد على الذين أشاعوا المرة بعد المرة منذ نحو 8 أشهر إن محمد العوا سيتنحى عن سباق الرئاسة. محمد العوا حينسحب بعد شوي. محمد العوا مالش وجود في الشارع. محمد العوا بعيد عن الناخبين. محمد العوا فرصه في النجاح ضئيلة جدا، ولذلك ينبغي أن نقوي وندعم اللي فرصه أكبر من فرص محمد العوا. القضية ليست قضية نجاح، القضية بالنسبة إلينا نجاح كلها وتقدم كلها وعمل مثمر كلها. إن كان منصب رئيس الجمهورية ابتلاء، فإن ابتلاء أكبر منه المسؤولية الفكرية والمسؤولية السياسية والمسؤولية الثقافية التي نتمرغ في حملها منذ نحو 50 سنة أو تقل قليلا أو تزيد قليلا. هذا البرنامج الذي أشرف بتقديم خطوطه العريضة إليكم له عمود فقري تقوم عليه محاوره كلها وتدور حوله الأفكار والبرامج التفصيلية فيه. عموده الفقري هو العدل. شالوا العدل، تصور بقى وانا بتكلم عن العدل يشيلوا العدل. عموده الفقري هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض. السماوات والأرض مش يعني الجماد المكون من الغازات المسمى بالسماء، ولا الجماد المكون من مواد مختلطة المسمى بالأرض. السماوات والأرض يعني سكانها، يعني أهلها، يعني الملائكة سكان السماوات لا يقوم أمرهم إلا بالعدل، والإنسي الآدميون سكان الأرض لا يقوم أمرهم إلا بالعدل. العدل الذي به تحيا الأمم، وبه تقاد الشعوب، وبه تستذل عنق القوي إذا ظلم الضعيف، وبه يرتفع حق المسكين فوق حق الملوك، وحق السوق فوق حق الأمراء، لأنه أعلى وأجل. يكفي أنه اسم من أسماء الله عز وجل. العدل الذي تقوم به السماوات والأرض، العدل الذي أمرنا به رب العالمين ونهانا عن ضده حتى مع من نبغضهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل عمودنا الفقري، به نحيي الوطن، به نسترد الكرامة، به نبلغ ما نريد من تعليم الأبناء والبنات والأحفاد، به نستطيع أن نلبي حاجات الذين سمعتم بعضهم في هذا الفيلم الذي أعده أبناؤنا وشبابنا، لا أدري في حملتنا أم في حملة أخرى. العدل الذي إذا استقام أمره استقام الوطن، وإذا تعوج
كما تعود في 30 سنة اللي فاتت انهدم الوطن وانهدم بنيانه. وقد رأيتم ماذا فعلتم في الذين ظلموا، وأنا إن شاء الله لا أريد أن أحسب في الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا، وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أريد إذا بوأنا الله هذا الأمر أن أسكن مع الشعب، وأن أعيش مع الشعب، وأن أمشي بين أبناء الشعب، وأن أكون واحدا منهم، إلا أنني أثقلهم حملا. هذا عهد ثان. لن يكون هناك برج عاجي، ولن يكون هناك حرس يبعد الناس عن أن يكلموا من يتولى بعض أمرهم، ولن يكون هناك جرائم ترتكب باسم الرئاسة أو باسم عائلة الرئاسة أو باسم أصدقاء الرئاسة. هذا زمن ولى وانتهى ولن يعود، وقد نستطيع إذا مكننا الله أن نمنع عودته إلى الأبد، وإلا فحسبنا أننا نوينا وبلغنا أمرنا بما نستطيع من تبليغ الناس رؤيتنا ومشروعنا.